بسم الله. في بداية الفيديو هندعي لإخواتنا في كل بقاع الأرض، هندعي لإخواتنا في فلسطين وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا إن ربنا ينصرهم ويرجع لهم أرضهم، ونرجع نشوف على الخريطة تاني اسم فلسطين. نفس الكلمتين بقولهم لك كل فيديو، فمن فضلك لا تكل ولا تمل بالدعاء لإخواتك. النهاردة أنا لبست لك النضارة علشان عشان أنا بحبكم. بقول لك إيه، شفت اللي حصل معايا امبارح في كايرو فيستيفال؟ ما شفتش؟ طب ادخل شوف. ورجعت لك تاني عشان احكي لك موقف غريب حصل لي امبارح في كايرو فيستيفال، فكمل معايا الفيديو للاخر. ولو اول مره تشوفني ارزع لايك واحده سبسكرايب عشان يوصلك منا كل جديد. يعني معايا امبارح ريكويست من الجيزه لكايرو فيستيفال، وصلت العميل ومفيش ثواني جالي ريكويست بعده. تمام الريكويست جالي، حسبت الحسبه لقيت المشوار كسبان. لما يجي لك 8 كيلو، انا وهستنى على فكره، انا هستنى رايكم في الكومنتات. يعني هل انا فعلا غلطان اللي انا قابلت الريكوست دوت ولا لا؟ فانا محتاج اعرف رايكم ضروري جدا 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 عشان ما اقلقش النضاره اقسم بالله. المهم جالي ريكويست 8 كيلو بكام يا عم؟ بكام؟ ب 79 جنيه تقريبا، يعني قول 80 جنيه. قول 80 جنيه، يعني الكيلو واقف ب 10 جنيه. يعني قمت انا عامل دين حسبتها كده في دماغي، عملت كده واحد اتنين لقيت المشوار كسبان. يعني الكيلو ب 10 جنيه، معلش مشوار صغير يعني. قبلته انا من وجهة نظري، المشوار معايا كسبان مش خسران. المهم كان عامل ايه؟ قبلت الريكويست، وبعد ما قبلت الريكويست عميل اجنبي صيني جايبين حاجات من كارفور ومعاهم شنطه بيبي. تمام رحت، كان واقف عند ايكيا. المهم اتخانقت مع بتاع الامن شويه عقبال لما الراجل جه ومش عارف ايه، وركبت العميل. المهم لقيت لك واحد بعربيه نيسان ان 16 قام رامي عليا، مش رامي عليا يعني، لا رامي واقف جنبي يعني. قال لي بقول لك ايه؟ قلت له قول لي. قال لي على فكره اللي انت بتعمله ده غلط. قلت له هو ايه اللي غلط؟ انا مش فاهم. هو بيقول لي بعاكس مثلا، بحمل، باجل، مش فاهم. قلت له هو ايه اللي غلط؟ قال لي اصل حرام عليك، اصل انا الريكوست ده، المشوار ده جالي وانا كنسلته. يا سلام، اقلع لك النضاره يالا. يالا اقلع لك النضاره. يعني ايه المشوار جالك وانت كنسلته؟ طيب انت عارف ان العميل راكب معايا ده هو نفس العميل الريكوست اللي جالك؟ طب وانت عرفت منين؟ انت مثلا الريكوست رن لك فانت ما قبلتلوش، ولا انت؟ ما انا مش فاهم برضو، هل انت بقى قبلت الريكوست ورحت للعميل وركبته، وبعد ما ركبته افتكرت ان الريكوست معاك خسران فقمت منزله؟ دي تبقى قله ذوق منك لو انت عملت كده. طب انت هل انت عرفت الريكوست رن لي انا بكام؟ ما هو الريكوست لما بيرن لي غير لما بيرن لك. اديك حاجه على طرف المعلقه محدش عارفها كتير. الرادار اللي بيجي لك، الرحله اللي بترن في الرادار في نفس الوقت بترن عند كابتن تاني، بس ما بترنش رادار، لا بترن ريكويست. انت بتجي لك رادار، هو بيرن له ريكويست بمبلغ اقل وانت على الرادار عندك عالي، والعكس صحيح، هو بيحصل العكس صحيح. وتابعها انت كده، ساعات كده هيجي لك رادار مثلا رحله، وبعدها بثواني هتلاقي الرحله دي بترن لك بمبلغ قليل. دي حاجه على طرف المعلقه محدش كتير عارفها. فهل انت بقى عارف ان الريكوست اللي جالي دوت جالي؟ افرض انت عامل ريكوست جالك ب 50 جنيه، جالك جالك ب 60 جنيه، فانت شفته مش كسبان معاك فما قبلتوش. طيب هل انت بقى عرفت الريكوست ده جاي لنا ب 80 جنيه؟ ما هي اوبر يا حبيب قلبي بتعمل ايه لما العميل، لما الريكوست بيطول فبتعلي الاجره تدريجيا، او بتبعت لك او بتقول لك كعميل حاول اللي انت تطلب فيها اعلى عشان تيجي لك عربيه. اللي انت برضك ما تعرفوش حاجه من طرف المعلقه. فانت ما تجيش تميل عليا وتقول لي اصل انت بتعمله ده غلط. هو غلط ان انا باخد الكيلو ب 10 جنيه، انت عايز ناخده بكام؟ يعني يبقى اقل مثلا؟ ما انا مش فاهمك بصراحه. انا اكتر واحد على الابلكيشن بندد. حلوه بندد دي، حلوه عجبتني. اكتر واحد بندد اللي محدش ياخد مشاوير بخساره. فهل بقى هاجي انا هعمل العكس واخد مشاوير بخساره؟ وعلى فكره انا عندي غاز في العربيه، يعني ممكن اشتغل خطيف مش هيفرق معايا. فاول الاسطوانه ب 100 جنيه، اشتغل اي مشوار، بس انا عمري ما بعملها. اقول لك على حاجه، اخد لك سكرين شوت للمشاوير اللي انا رافضها في اوبر، داخله في 4000. 4000 وكام؟ هتلاقي 4500 وحاجه، وهتلاقيني قابل 200 وحاجه، عشان انا تنك قوي في قبول المشاوير، خلي بالك. فاستحاله اطلع انا انصحك انك ما تقبلش مشاوير خسرانه، وتلاقيني انا
باخد مشاوير خسرانه. فانا لما خدت الريكوست بتاع امبارح، انا شايف الريكوست كسبان، الكيلو ب 10 جنيه معايا، انا كسبان، انا شايفه كسبان يا عم. 8 كيلو، كيلو ب 10 جنيه، انا كسبان. انت شايفه معاك خسران، خلاص دي حاجه ترجع لك انت. انت بقى شبح وبتاخد الكيلو ب 30 جنيه. في يعني لو 8 كيلو احسب بقى، اضرب بقى 30 في 8 كيلو بقى، الضعف 3 مرات مثلا. صح، 200 وحاجه. فانت شبح يعني، انت بتعملها كده. بس انا برضو عايز اعرف انت عرفت منين اللي العميل اللي ركب معايا هو نفس الريكوست اللي رن لك وانت رفضته؟ دي الحاجه بس اللي لحد دلوقتي من امبارح مجنناني. وبعدين انا عمري ما اروح اميل على كابتن، حتى لو انا شايف كابتن واخد ريكوست عمري ما اروح اقول له انت شغال بخساره. عمري ما اروح اقول له حرام انا ماليش فيه. انا انصحك هنا. لكن اجي كده اقول لك اصل حرام، هو انت عارف انا واخد ايه؟ طب انت عارف انا واخده من انهي برنامج؟ انت عارف انا واخده من انهي برنامج عشان تقول لي حرام عليك؟ بص يا كابتن، الحمد لله انا مش خطيف، ولا عمري هكون خطيف، ولا هحب ان انا اكون خطيف. انا بحافظ على نفسي، وبحافظ على اكل عيشي، وبحافظ على عربيتي، وباخد المشوار بالسعر المناسب ليا. بقول لك ايه، بلاش. سلام.